السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن، نتمنى نلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. عواشركم مبروكة، الله يدخل علينا وعليكم بالصحة والسلامة إن شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم السفوف أو سلو بطريقة صحية 100% مقوم على حقه وطريقه صحي مليون ألف في المية. نبداو على بركة الله. غادي نحتاج ليه واحد الكيلو ديال اللوز غليظ ونص كيلو ديال اللوز رقيق، وعندي هنايا نص كيلو ديال الكاوكاو البلدي، وعندي ربعة ديال النافع، نص كيلو ديال زريعة الكتان، وعندي ربعة ديال الإيلان، وعندي ربعة ديال حبة حلاوة. بطبيعة الحال راه كل شيء منقي مزيان ومغربل. وعندي هنايا 3 كيلو ديال الزنجلان اللي بطبيعة الحال غسلته وشمشته مزيان ونقيته مزيان حتى حيدت منه كاع دوك الشوائب. نبداو على بركة الله. اول حاجه غادي ناخذ اللوز، غناخذ واحد الزيف يكون نقي وغنفزقوه بشويه ديال الماء، وغادي نبدا نمسح اللوز لان كتكون فيه الغبره كيف ما كتشوفوا. ضروري من هذه المرحله هذه. علاش؟ لان اللوز هنايا غادي نحمروه في الفران، ما غاديش نقليه. الا كنت غادي نقليه لان كيتسلق ماشي مشكل، ولكن انا غادي ندخلو للفران، ضروري ما نمسحوه. صافي دابا غادي ندخلو للفران حتى يتحمر تماما ونخرجو. وعندي هنايا كيف ما قلت لكم نص كيلو ديال الكاوكاو، حتى هو غنديرو في الطاوه وغادي ندخلو للفران ونبقاو واعيين عليه. عندي هنايا كيف ما قلت لكم الجنجلان اللي نقيته بطبيعه الحال وغسلته مزيان. دابا غادي نبدا نحمر. اول حاجه غادي نحمر الزنجلان اللي بغات تحمر في الفران واللي بغات تحمرو في المقله. انا غنحمرو في المقله باش تشوفوا على عينيكم. صافي غناخذ هاد المقله الثقيله وغنضيف فيها واحد الكميه قليله ديال الزنجلان، وغادي نبقى نحرك حتى يبدا يطرطق. غير يبدا يطرطق نعرف بان الزنجلان ديالي راه تحمر، وندوقوه في فمنا. الا حسينا بان كيبدا كيطرطق لينا في سناننا نعرفوا بانه راه طاب. صافي دابا غادي ندوز نحمر النافع، ويدينا دائما مع التحراك. صافي غير يتبدل اللون واحد شويه كيف ما كتشوفوا، ما نحمروش بزاف. صافي ونزولوه. دابا غندوز عاوتاني لنفس الشيء لحبه حلاوه، حتى هي نصهدها ونزولها. وكذلك إيلان خصنا ضروري ما نحمروه مزيان. صافي ومن بعد ما غادي نحمرو غادي نزولو وندير زريعة الكتان حتى هي. كل حاجه نحمرها بوحديتها. غير تبعوا معايا البنات هاد الطريقه ديال السفوف، راه كتجي لذيذه وصحيه 100% بلا دقيق ابيض. صافي من بعد ما كملت التحمار دابا كيف ما كتشوفوا خرجت كاوكاو وغادي نقشرو. صافي حتى نحيد دوك القشور ديالو كاملين وننسفو ونخليه جانبا. صافي دابا غادي ناخذ الطحانه وغادي نبدا نطحن كل حاجه بوحديتها. غادي نبدا باول حاجه هي النافع. صافي نطحنها مزيان، وعندي الغربال وشي طبسيل فين غادي نغربل حتى نحيد دوك الحبيبات اللي تيكونوا قاصحين. ضروري ما نغربلوهم البنات لان هادو راه تيخسروا لنا السفوف الا خليناهم. صافي اللي طحناها نغربلوها. صافي هنا عاوتاني غادي نطحن حبه حلاوه. اي حاجه طحنتها نغربلها. انا البنات راه تعمدت انني ما نحرق حتى شي مرحله باش تشوفوا كل شيء على عينيكم، باش المبتدئات باش تتبعوا معايا خطوه بخطوه باش ينجح معكم السفوف مزيان. صافي وزريعه الكتان حتى هي غادي نطحنها. بطبيعه الحال هادشي كله حتى كيبرد عاد نطحنوه.
وهاد العام البنات راه عطلت عليكم شويه ديال السفوف لظروف صحيه. راه شهر وانا مقضيه ليه، ولكن كنت عيانه شويه ما حضرتوش معاكم. صافي دابا هذا الا حتى هويا كيف ما كتشوفوا تيبقاو دوك الحبيبات قاصحين. هانتوما البنات كلشي غربلتو الا النافع، حبه حلاوه، زرعه الكتان، كلشي مطحون ومغربل. واللوز البنات من بعد ما خرجتو من الفران كيف ما كتشوفوا راه تحمر مزيان، ما نخليوش حتى يتحرق. واللي بغات ديرو في تسلقو وتقليه تيبقى لكم كامل الاختيار. انا لانني بغيت نديرو صحي 100% داكشي علاش درتو كلشي في الفران. صافي هنايا عندي الخرطال، خديت رابعه الخرطال ورابعه ديال الذره ورابعه ديال الشعير. وكيف ما قلت لكم راه ما درت لا ما درتش الدقيق الابيض. صافي وغادي ندوز نحضر نحمر معاكم الطحين كيف ما كتشوفوا. انا كيف ما قلت لكم راه تعمدت انني ما نحرق معكم حتى شي مرحله، نبدا من الاول حتى الاخر ديال السفوف ديالي باش تعرفوا الطريقه الصحيحه. صافي ونجيب هاد الفوي هادي ونبدا نحرك حتى يتحمر الطحين، ما نحرقوهش. صافي ونزولوه عاوتاني. دابا غندير هنايا الطحين ديال الذره. الاول راه درت الطحين ديال الشعير، ودابا هذا الطحين ديال الذره كيف ما كتشوفوا. صافي حتى يتحمر ونزولو حتى هويا ونغربلو. وهنايا ديال الشوفان، كيف ما تنعرفوا ان الشوفان حتى هو راه مهم ومفيد. صافي نبدا نحرك حتى يتحمر الطحين، نحاولوا ان ما نحيدوش يدينا من الكوكوط. هانتوما كيف ما كتشوفوا راه تحمر. دابا غادي نزولو ونغربلو. هانتوما البنات كيف ما شفتوا هذا ديال الشوفان غربلتو، وهذا ديال الذره حتى هو راه غربلتو، وهذا ديال الشعير. كيف ما قلت لكم هاد السفوف ديال هاد العام راه تبارك الله مقومين ولداد. كيف ما كتشوفوا هادو هما القوام اللي حضرت معاكم. وهذا البنات راه عندي 2 كيلو ديال الطحين ديال القمح، حتى هما راه حمرتهم وطحنتو. غناخذ دابا واحد البانيو اللي يكون بطبيعه الحال نقي، وغنوضع فيه داك الدقيق ديال القمح، وهنايا غنوضع داك الدقيق ديال الشعير وديال الذره وديال الشوفان. في المجموع هي 3 كيلو الا ربع ديال الدقيق. وعندي هنايا الزنجلان، اللوز. انا البنات هنا راه ما طحنتش كل حاجه بوحديها، كاوكاو واللوز بوحدهم، لا علاش؟ لانني غادي نديهم للطحانه. صافي غنضيف هنايا كاوكاو، زرعه الكتان، إيلان، وغادي نضيف هنايا 5 ديال المعالق ديال النافع. وفي الاخير رانا ضفت المعلقه السادسه باش جاني المذاق هو هذاك. وهنا درت هنا 3، وفي الاخير راه ضفت معلقه واحده اخرى هي 4، 6 ديال النافع و4 ديال حبه حلاوه. وهنايا درت 4 المعالق ديال القرفه، واحد كوزه صغيره، وواحد مسكه الحره اللي طحنتها مع سكر كلاصي. وحتى جيت البنات هنايا كيلو الا ربع ديال السكر كلاصي، واللي بغات دير فيهم العسل تيبقى لكم كامل الاختيار. صافي دابا غادي نخلط هادشي كامل، وغادي نديه للسيد اللي تيطحن. العطار ديال الحومه راه عنده طحانه اللي كطحن الصفوف، نطحنهم ونرجع معاكم. هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا راه عنده واحد الطحانه غزاله، ما كتجيبش الصفوف معلكين تيلصقوا في الفم، لا بحال راه طحناهم بيديا وكيبقى داك الشيء مهرمش. وضفت هنايا واحد الزلافه ديال الزنجلان. اللوز راه ما ضفتوش لان كيف ما قلت لكم بقى عندي هنايا اللوز مهرمش من الطحين. صافي ونعاود نخلط مزيان كيف ما كتشوفوا باش نعاود نزيد نعلكهم شويه.
العام اللي فات درتهم معلكين، ولكن هذا العام ما بغيتهمش معلكين بزاف، بغيتهم يجوني انا على هذا القوام هذا. نعلكم مزيان صافي ونوضعهم في الطبق ديال التقديم كيف ما كتشوفوا، تيجي على هذا الشكل هذا. وزينته بشويه ديال اللوز اللي سلقته وحمرته بشويه ديال الزيت. نتمنى الصفوف ديال هذا العام ان شاء الله يعجبكم وتجربوه، انا متاكده بانه غادي يعجبكم لانه صحي 100% وتيجي لذيذ لذيذ لذيذ. جربوه على ضمانتي. عواشركم مبروكه، تصوموا ان شاء الله بالصحه والسلامه، ومع السلامه الى فيديو قادم بحول الله.